يعني أنت بتقول إن الصناعية في مصر الشاطرين منهم مش واخدين حقهم مضبوط. مش واخدين حقهم، ممكن يبقوا مش مقدرين مظبوط، وكنوع من الفهلوه من العميل او الاستغلال من المهندس اللي بيشتغل معاهم. دي نقطه مهمه قوي. صح. انا ممكن النهارده يبقى معايا صنايعي شاطر جدا، بس انا كمهندس انا بتشطر عليه، فبالتالي انت مش هتكون اشطر منه برضه. هو برضه زي ما انت فهلوي عليه هو كمان هيبقى فهلوي عليه، وفي الاخر مش هيخسر عشان يشتغل معاك. هو في الاخر يهمه ان هو يكسب، فممكن ينفذ لك اللي انت عايزه ده بس بكواليتي اقل. طب انت لو شجعته واديته حقه المنطقي اللي هو بما يرضي الله، لا هيدي لك احسن ما عنده. هو في المعادلة دي بقى اللي بيتفرم في النص هو المهندس، لأنه ساعات ده العميل يقول له ليه كذا بكذا، ليه ده غالي. هو ده دور المهندس اللي هو لازم يبذل المجهود فيه، انه يقنع العميل ان الغالي ده هيتعمل بمواصفات 1 2 3 وبالتالي هو ثمنه فيه، وانه يعرف يرضي المقاول اللي تحتيه وياخد منه السعر كويس ويستلم منه بالمواصفة اللي هو اقرها. وهنا ده هيجرنا تاني للسؤال او اجابة السؤال اللي فاتت، اللي انا قلت لك ان اساس اي حاجة هو المواصفة.